اكتشف التاريخ هي مسابقة تمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومعهد جوتا الألماني. ومن أهم أهداف هذه المسابقة تحفيز التفكير الفردي والتفكير المستقل والإبداع، وبالتالي تعزيز البحث العلمي الذي يعتبر أحد مشاريع مصر المستهدفة في رؤية مصر 2030، وذلك من خلال نظام التعليم الحديث الذي يوفر مساحة للبحث والتفكير العلمي. وجاءت مسابقة اكتشف التاريخ معززا لهذه الرؤية، ووجهت المسابقة اهتمامها للفئة العمرية من 10 ل 17 سنة كدعم للتطور الإيجابي للأجيال القادمة. وجاءت فكرة المسابقة اقتداء بمسابقة التاريخ التي أطلقها الرئيس الألماني، وتهدف إلى أن يبتعد الشباب المصري عن الحفظ ويتجهوا إلى الاستقصاء والمعرفة وطرح الأسئلة من خلال البحث الذاتي. على سبيل المثال إجراء المقابلات مع شهود العيان، زيارة الأماكن التاريخية. وقد جاءت المسابقة بثمارها بشكل ملحوظ مع الطلاب تحت إشراف معلمين والتوجيه والموجهين الأوائل، حيث قام الموجهون الأوائل بالاجتماع مع ممثلين معهد جوتا تحت إشراف ورعاية الموجه العام بمحافظة الجيزة الأستاذة نسيبة عزمي ومستشار مادة الدراسات دكتور أشرف عبد المنعم. وتوالت الاهتمامات من خلال عقد اجتماعات للتدريب مع موجهين الإدارة تحت إشراف الموجه الأول، ومن ثم يتم التدريب داخل المدارس مع المعلمين. وتم تدريب الطلاب على مسابقة اكتشف التاريخ وترسيخ هدف المسابقة في الطلاب من بحث واستكشاف واستقصاء خاصة في التاريخ، واستخدام طرق العرض المختلفة سواء كان فيلم تسجيلي أو بحث مكتوب أو رسم كاريكاتيري أو معرض صور وغيرهم. وتدريب الطلاب أيضا على استخدام الطرق المختلفة في البحث مثل الإنترنت وقراءة الكتب والنزول إلى موقع الحدث ومقابلة شهود العيان. وتم تدريب الطلاب أيضا على كيفية كتابة البحث من خلال طرح الأسئلة الرئيسية والفرعية. ومن الأهداف العامة للمسابقة كيفية إدارة الوقت واستثماره من خلال عمل خريطة زمنية. ومن الجدير بالذكر هو تعليم الطلاب على كيفية مواجهة الصعوبات، وهي استراتيجية هامة لترسيخها عند الطلاب منذ الصغر.